من كفر شكر في القليوبية اتولد سنة 1965 طفل اسمه محمود صفوت محي الدين، واللي بعد كده هيبقى واحد من أهم الاقتصاديين في مصر وفي الوطن العربي. وفعلا سنة 1986 خلص بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، وكان الأول على دفعته. ومن هنا بدأت الرحلة اللي خدته لأكبر جامعات في العالم. سافر إنجلترا وكمل دراسته هناك، خد ماجستير تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك، وبعدها دبلومة التحليل الكمي والتنمية. بالعلم بدأ، لكن طريقه ما وقفش عند الجامعة. بدأ مسيرة مهنية كبيرة من القاهرة لحد البنك الدولي، ووصل كمان للأمم المتحدة. الدكتور محمود محي الدين شغل مناصب كتير جدا، منها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة 2030 من سنة 2020، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي من 2020 ل 2024، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030، والمدير المنتدب للبنك الدولي من 2010 ل 2013. وقبل ده كله كان وزير الاستثمار في مصر من 2004 لحد 2010. كمان اشتغل مستشار اقتصادي لوزارات وهيئات مصرية كتير، وساهم في تطوير سياسات الاستثمار وإدارة أصول الدولة، وكمان الخدمات المالية زي البورصة والتأمين والتمويل العقاري. وده غير عضويته في إدارة مجالس البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاتصالات وبنك HSBC ومعهد الدراسات الدبلوماسية. وشارك كمان في اللجنة الدولية للنمو والتنمية مع علماء كبار زي مايكل سبنس وروبرت سولو الحاصلين على جائزة نوبل. ومثل مصر في اجتماعات G33 وقاد مبادرات اقتصادية عالمية كتير. ورغم كل ده عمره ما نسي مكان الاول العلم. فضل استاذ اقتصاد في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره، مؤمن دايما ان العلم هو اساس اي نهضه لقياده التنميه المستدامه على مستوى العالم. رحله اقتصادي مصري استثنائي اسمه محفور في تاريخ التنميه الدوليه. عشان كده لازم نقول للدكتور محمود محي الدين الله عليك يا استاذ.